رياح صفرة بتراب بيخنق بتهب على شوارعنا في مصر. رياح مش بس بتغمي عينينا في الشوارع الزحمة، دي بتعمي البصيرة وبتخنق صوت الضحايا تحت كومات من تبرير المجتمع. لعشرات السنين أقنعونا بنظرية مريضة، اللبس هو السبب، وإن الست اللي مش محجبة هي اللي بتستفز الغرايز. قالوا لنا غطوها عشان الأمان، فالمجتمع اتغطى. بس النتيجة إيه؟ في دراسة مهمة سنة 2003 هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت إن نسبة مرعبة وصلت ل 99.3% من ستات مصر اتعرضوا للتحرش. والأرعب من كده إن الإحصائيات على الأرض أثبتت إن 72% من البنات اللي بيتعرضوا للتحرش في الشارع هم في الحقيقة محجبات ومنتقبات. يبقى الكارثة ما كانتش في الفستان، الكارثة كانت في العقل اللي بيبص. وفي سنة 2024 لوحدها اتسجل 399 جريمة تحرش وهتك عرض ضد أطفال. فبأي منطق بايظ المجتمع بيبرر التحرش بطفلة لسه ما فيهاش أي علامة من علامات الأنوثة؟ الأرقام دي بتنسف حجة الاستفزاز دي خالص، وبتثبت بالدليل القاطع إن التحرش ده ممارسة سلطة وعنف متعمد. عشان نفهم الخراب ده وصل لكده إزاي، لازم نرجع لزمن شرايط الكاسيت والرياح اللي هبت علينا من قلب الصحراء في الثمانينيات والتسعينيات. لما تقنع جيل بحاله من الشباب إن البنت في الشارع مش زميلة ولا جارة ولا حتى إنسانة، وإنما هي حلاوة مكشوفة بيتلم عليها دبان الشارع، أنت هنا مش بتحميها، أنت بتجردها من إنسانيتها، وبتزرع في دماغ الشاب إنها مجرد حاجة متاحة للاستهلاك طول ما هي مش متغطية على مزاجهم. الخطاب الكارثي ده صور الراجل المصري على إنه كائن بيمشي بغريزته ومسلوب الإرادة، عشان يرفع عنه خالص عبء المسؤولية لما يرتكب جريمته. المد ده خلق مسخ جديد متحرش بضمير مرتاح. الشاب بقى بيمد إيده أو بيسمع البنت كلام يسم البدن، وهو من جواه مقتنع إنه بيعاقبها عشان لبسها أو حريتها. الفتاوى المستوردة طلعت له صك براءة وعملت منه جلاد أخلاقي واصي على الشارع، بدل ما تخليه يغض بصره ويتحمل مسؤوليته. التحرش اتحول من مجرد لذة لأداة عشان يكسروا بيها كبرياء الست ويذلوها. وشوفنا ده بوضوح سنة 2025 لما راجل كبير اعتدى على بنت في المترو، مش بغرض جنسي، لأ، ده لمجرد إنه معترض على طريقة قعدتها، في محاولة مستميتة منه إنه يفرض وصايته عليها. وهنا نرجع للي حصل مع مريم فتاة الأتوبيس في أول سنة 2026. الأتوبيس ده كان نموذج مصغر لمجتمعنا المأزوم. مريم اللي عاشت رعب نفسي لجأت لحيلة توجع القلب، صرخت وقالت حرامي بدل متحرش. ليه؟ عشان هي حست بإحساسها كده إن الشارع المصري ممكن يتهز ويدافع عن تليفون مسروق، بس عمره ما هيدافع عن جسم واحدة في خطر. وليه الناس في الأتوبيس دافعوا عن المتحرش ومنعوا الشرطة إنها تقبض عليه؟ عشان ثقافة الصحراء أقنعت المجتمع إن الشاب معذور ومفتون، وإن البنت هي أساس الخطيئة. الرياح دي قتلت الجدعنة والشهامة بتاعت ولاد البلد، وبدلتها بتعاطف يقرف مع الجاني تحت مسمى المداراة، وتفتيش وتشكيك متعمد في نية الضحية. الرياح الترابية الصفرة غمت عينينا ومخلتناش نشوف الضحية، ودخلت في الصدور خنقت قيم النخوة والرجولة. قضية مريم وكل القضايا اللي كان فيها متلازمة التواطؤ دي مش مجرد حوادث بتعدي، دي وثيقة إدانة وجرس إنذار بيطالبنا بثورة وعي عشان نخلع التبرير ده من جذوره، ونعري المتحرش من عباية الواصي الأخلاقي دي خالص، ونوقف الأتوبيس اللي طاير بسرعة ناحية الهواء في عز عاصفة التراب الأصفر. لو لقطات ال AI الجريئة في الفيديو ده استفزتك، والتحرش الحقيقي في شوارعنا مش بيستفزك، يبقى أنت مريض بالرياح الصفراء.